رزق هنا بقى عشان انت بتفكرني بايام مش عايز افتكرها. بعد ما جهزت كل حاجه عشان عندي شغل الساعه 12 بالليل، لبست وتوكلت على الله ونزلت الشغل. مش عايز اوصف لك احساس انك نازل البيت الساعه 12 بالليل كله كان بينام. انت كنت لسه عيل في اعدادي، انا نازل بقى ورايح الشغل. كتبت مشروع المنشيه، استنيت المشروع يحمل، كنت فاصل بمعنى الكلمه. كنت المفروض عيل ساعتها 12 13 سنه، المفروض الوقت ده ببقى بشرب كوبايه اللبن قبل ما انام. ليت الزمان يعود يوما. المهم بعد ما المشروع وصل المنشيه ونزلت، شايف قدامي بمعنى الكلمه من اسكندريه هيعرف ان المنشيه في الشتاء الساعه 12 بالليل بتبقى عامله ازاي. استحملت وكملت ورحت الشغل. احس اني بتكلم عن قصه كفايه، بس بجد اتمرمطت اول يوم ده. المهم وصلت المطعم وقلت لهم انا يوسف اللي جاي اشتغل. وصلت هناك قبل الساعه 12 بحوالي ربع ساعه. بالمناسبه ساعتها انا كنت لابس ترنج اخضر، ثواني هجيبه لك. ده الترنج اللي شقى معانا. رزق هنا بقى عشان انت بتفكرني بايام مش عايز افتكرها. المهم قالوا لي هناك هتغير، قلت لهم لا. انا على الشيف اللي جوه وقال له دخلوه المطبخ. انا قلت بس دخلوه المطبخ دي يعني الراجل عالم بحاجه وحاسس بيا. يقول لهم دخلوا الولد جوه، اكلوه ظبطوا له حاله وخلوه يرتاح شويه بس. والمهم لقيت الشيف بيقول لي تعالى ورايا، رحت وراه ودخلنا المطبخ. لقيت قلبي بيدق ده وجسمي بيرعش. هو انت لسه حبيبي؟ احنا لسه بنقول يا هادي. لو اشوف حد من اللي كانوا شغالين معايا في المطعم ده همسكه من زمرة رقبتي. المهم انا دخلت المطعم ده واني دخلت جهنم، ريح دم سلخ نار حر روي حرق فار معاه. قال لي سل حاجه تخوف موجوده هناك. المهم الشيف ده قال لي تعالى معايا الدور اللي فوق. طلعت معاه. اتاري المطبخ ليه دورين، دور فوق ودور تحت. اللي فوق بقى مخصصينه للثلاجات وتجميد اللحوم البلدي والكلام. المهم بعد ما طلعنا لقيته فتح دولاب خشب كبير كده. انا قلت مطلعني معاه عايزني اشيل معاه سكينه مثلا المسن اي حاجه خفيفه كده. الباب الخشب اللي فتح وده ثلاجه بسم الله ما شاء الله اكبر من شقته. بيقول لي هات الفنطاس ده وبيشاور عليه. الفنطاس ده قد كده قد كده قد كده 10 مرات. كان جاب الفراخ شيش طاووق. بيقول لي طلعه لي ونزله لي تحت. بصيت له كده اللي هو ايه، هو انت شايفني ايه؟ بقول لك عيل بقى عندي 12 13 سنه ويطلع لك فنطاس بسم الله ما شاء الله 10 متر عرض 5 متر طول. ليه مش هتعرف تطلعه يعني؟ اقول للمعلم اللي مخليني انزل من بيتي الساعه 12 بالليل ننزل الشغل، فاكيد هحاول. حاولت باقصى ما عندي ان انا زحزحه سنتي بس كده مكانه، ومستحيل ان ده يحصل. قلت له انا كبيره قوي معاك اشيل عصايتين شيش طاووق وانزل بيهم. بص لي بصه استحقار كده وقال لي بسكت بقى، وتك على زرار كده الارض اللي واقفين عليها كده اتفتحت وعلق الجنش في الفنطاس. معرفش الجنش ده عباره عن شنكل كده بجنزير. وبعد ما علق الجنش في الفنطاس تك على زرار لقيت الفنطاس بينزل. بصيت للفنطاس كده لقيته بينزل بسلاسه. بصيت له كده يعني اللي هو انت ايه كل ده بتعمله بتكه زرار؟ كنت عايز تموتني فيها ليه؟ ايوه يا جدع. وكل ده حصل في اول نص ساعه بس من بعد ما ابتديت الشغل. وبعدها نزلوني المطبخ تحت وكنت بساعد الشيف. واقف انا والشيف في نص المطبخ. بص ورايا الاقي طرقه قد كده فيها بوتاجاز بسم الله ما شاء الله عايز 70 راجل عشان يشيل من كوبرو. بيقولوا فيه بطاطس. بص بقى على الراجل وهو بيطلع البطاطس. طلع البطاطس قد كده. يقول لي بطاطس ايه دي؟ هقول لك ما اعرفش. غريبه هناك بقى ان كل حاجه كانت بحجم العائله. المهم بعد ما اشتغلنا جت الساعه 6 الصبح عليه في عز الشتاء والجو تلج بمعنى الكلمه. اتكلم بقى من الميكروفون اللي كان حاطه فوق يقول لكم سيئوا. اللي هو نسيق ايه يا عم الحاج عز الجو ده؟ المهم سيقنا وسيقنا بمعنى الكلمه. حط تحت كلمه سيقنا دي 100 خط. المطبخ كله بيتسيق. المهم في الاخر بعد ما اشتغلت وسيقت واتمرمطت جت الساعه 8 عليا ميعادي بقى ان انا امشي. لسه المعلم ما نزلش، فضلت بقى مستنيه من الساعه 8 ل 9. لما نزل بالسلامه الحمد لله. كان اخوه بقى اللي نزل مش هو. فقلت له عايز امشي. انا باصم بال10 ان المكان ده انا مستحيل اعتبه تاني. المهم راح قال لي ما تمشي، عايز فلوس يعني؟ قلت له اه. قال لي عايز 10 ولا 20؟ قلت له عايز يوميات. قال لي ما عندناش يوميات هنا، القبض بالاسبوع. قلت له اخوك قال لي ان القبض باليوميه مش بالاسبوع. قال لي ما فيش باليوميه، هو بالاسبوع. اخلص بقى عشان مش فضيله. بسبب غبائي بقى قلت له هات 10 جنيه ومشيت. يعني مش كان المفروض اكون ناصح شويه واقول له هات 20؟ حتى كنت اقول له ان انا مش جاي تاني وياخد منه اليوميه. بعد ما روحت وفتحوا لي الباب دخلت ونمت على طول على السرير من كتر التعب. وبس كده. ده كان اوحش يوم شغل شفته في حياتي. عايز اقول لصاحبي ده بقى اللي بص لي في اليوميه انت اوسخ صاحب شفته في حياتي. لو الفيديو ده جاب تفاعل حلو هحكي لكم مواقف ثانيه عملها معايا صاحبنا ده. ما تنساش بقى اللايك الجميل والاشتراك والشير، واكتب لنا تعليق حلو يشجعني ان اكمل في المحتوى ده.